بسم الله. اليوم عندي طبخة لحمة محمرة. لحمة عجل، مو بعجل، ماعز. طبعا بسلقها أول بعدين أحمرها بالفرن. أحب شوي شحم، شوي بصل، شوي ملح، شوي بهارات. بهارات خفيفة. زيادة البهارات تغير طعم اللحم، تغطي على طعم اللحم، فبهارات خفيفة. وشوي رز. يلا نبدأ. ذوبت قليلا من الشحم، ثم نضيف البصل، ونتركه قليلا. بعد أن تحمر قليلا نضع البهار حبرا. نضع القليل من البهارات، الملح والكركم. وهذه مثل ما قلنا قبل، البهارات تكون شوي، وحطيت شوي، زودت شوي كركم يعني عشان يصير اللون أصفر، عشان إذا تحمرت تطلع لونها شوي رائع. بعد ذلك نضيف اللحم كأنها ستيك بس. هذه أضلاع. نحركها قليلا. بعد أن حمسناها قليلا نضيف الماء الذي سخناه قبلا لإسراع عملية الطهي. نسكبه. بعد ذلك نطبقه ونضعه على نار هادئة تقريبا لمدة ساعة. خليه ساعة يطبخ، بعدين نحطه في الفرن. ثم نقوم بغسل الأرز، نغسله جيدا ثم ننقعه. بعد 5 دقائق كذا نجي نشوف ايش صار. أهم شي تكون نار خفيفة. ساعة ترى كثير، بس أنا أبي عشان تصير اللحمة طرية شوي. ونشيك على الملح ونشوف. أنا شيكت قبل بس يعني للتذكير. بعد 40 دقيقة نفتحه. ما شاء الله الريحة تمام. نحرك شوي، بعدين نحط الفلفل الأحمر الحبهر يعني. باقي 20 دقيقة وأطفي عليه، بعدين نحطه في الفرن. بعد ذلك نقوم بتذويب قليلا من الدهن مرة أخرى، لأخبركم لاحقا لماذا. قبل استواء اللحم بقليل، بربع 10 دقائق نشغل الفرن ليحتمي. بعد أن ذابت الدهنة ندعها جانبا إلى أن يحين لحظة استخدامها، ونشوف اللحمة وش صار عليها. الحين تقريبا لها ساعة و10، خليتها زيادة 10 دقائق إلى أن تصير اللحمة طرية، لكن باقي لها شوي. يمكن أخليها ساعة وربع أو ساعة وثلث. بعد أن استوت تقريبا ساعة وربع نحملها هكذا، نضعها في الصحن هذا.
بعد ذلك نقوم كادت أن تسقط، ونضعها في الفرن للتحمير. ثم نقوم بعد ذلك بتخفيف الزيت، عشان نبي نحط الرز بعد شوي. الزيت صراحة كثير، فهذا وهكذا لأن نخلي شوي للرز يعني. بعد أن خففنا قليلا من الزيت نقوم بوضع الرز، ونحركه. ممتاز، الماء ممتاز، كل شيء ممتاز، حلو. ونقوم بتطبيقه، ونضع لمدة تقريبا من 20 إلى 25 دقيقة. بعد ما خليناها شوي في الفرن أحمر شوية، يعني 5 دقائق. بعد 5 دقائق نقوم بسكب الدهن. بعد أن سكبنا الدهن نقوم بإرجاعه للفرن مرة أخرى. ثم ننظر إلى الرز ماذا حدث به. يا سلام. ثم نشوف الرز مرة أخرى، رائحته زكية. ثم ننظر إلى اللحم. ترى كل شوي لازم نقلبه، أنا قلبته قبل قليل. وننظر مرة أخرى إلى تقريبا حول ما تخلص. يفضل أن نقلبها. والأرز انتهى، سأقوم بنتبه، ثم نقوم بإخراجه من الهواء. ثم نقوم بإزالة ترى الرزان صح. نقوم بوضعه على الأرز. وها هو الشكل النهائي. سوف تتذوق الأرز، لأن الأرز صراحة مليء بالزيت. كيف تؤكل؟ سأخذ من هذه شحمة. سأخذ من هذه. طعمه عيد الضحية. شكرا.